أول الخلفاء الراشدين، أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين، جامع خصال الخير، الصديق الزاهد الورع. ولد قبل عام الفيل بسنتين، يعني سنة 573 ميلادية. اسمه عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب القرشي. سماه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر الصديق لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. اللي جاء بالصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم، واللي صدق به هو أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وذكر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على جبل أحد ومعه أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فاهتز بهم الجبل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان. ولقب بالعتيق. أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان قريب جدا من النبي صلى الله عليه وسلم وما بفارقه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة، أبي بكر الصديق رضي الله عنه قرر يهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهم في طريقهم إلى الهجرة، أبي بكر الصديق عنده مواقف مشرفة بتبين صدق محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. لما ماشيين في طريق الهجرة، أبي بكر الصديق رضي الله عنه من كثرة خوفه على النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا بمشي من أمامه، وأحيانا من خلفه، وأحيانا من يساره، وأحيانا على يمينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتبه، قال له: يا مالك يا أبي بكر، ساعة تمشي من أمامي وساعة من خلفي. فقال له أبي بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، عندما أتذكر الطلب أمشي من خلفك، وعندما أتذكر الرصد أمشي بين يديك. فلما وصلوا للغار وعايزين ينزلوا، أبي بكر الصديق قال للنبي صلى الله عليه وسلم: عليك يا رسول الله. فهو دخل أولا في الغار واطمأن إنه ما في شيء، بعدك طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الغار. وهم داخل الغار وكفار قريش حول الغار بيبحثوا عنهم، أبي بكر الصديق كان خايف جدا على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيطمئنه وبقول له: يا أبي بكر، ما بالك باثنين الله ثالثهما، كما قال تعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: لا تحزن، ما قال له لا تخف، لأنه خوف أبي بكر الصديق على النبي، حزن أبي بكر الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم أشغل من إنه يخاف على نفسه. عشان كده في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بعد الرجال كأنهم أرادوا في كلامهم إنهم يفضلوا عمر بن الخطاب على أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فعمر بن الخطاب قال: والله ليلة من أبي بكر خير من آل عمر. كان يقصد الليلة اللي قضاها أبي بكر الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأبي بكر الصديق رضي الله عنه كان معروف بصدقاته ونفقاته في سبيل الله. ففي غزوة تبوك